ما تيجي تقول المغرب، ليه المغرب؟ احنا دلوقتي قاعدين بنقول المغرب ثقافتهم او موقعهم الجغرافي هو جنب اوروبا، صح. فهو عارف لغه، فما بيروح يلعب كوره او بيسافر او بيتعلم، بس هو عارفين اللغه من فوائد الاستعمار، هم استفادوا صح. جدا من الاستعمار، انت ما استفدتش منه الحقيقه. فبيتكلم فرنساوي، بيتكلم اسباني، اه وبعربي بيتكلم، اه فانت الثلاثه بيتكلموا، هو موقعه الجغرافي جنب كده، فبيقدر يحترف، صح. يقدر يطلع ايطاليا، هتلاقي في مغاربه كتير جدا في ايطاليا وفرنسا ثواني. والمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا، كل كده هتلاقي فيه كتير. صح فهم بيروح بالنسبه له الثقافه قريبه، صح، فما عندوش واللغه مشكلة. تمام والدنيا سهله طب فانت لو طلعت ناس تطلع تاخد التجربه. بس انت شايف ان هو ده السبب الاول في المغرب عملته في الطفره دي؟ على فكره الطفره دي حظ، دي اللي انا بقول لك عليها ثقافه، ده دي حاجه نصيب. نصيبهم بالظبط كده. لكن الطفره انت بتتكلم في الاتحاد المغربي، يمكن قلت لحازم امام كده وانا بتكلم معاه، يعني قلت له حازم انت عارف ان الاتحاد المغربي الميزانيه بتاعته كام؟ كام؟ 120 مليون يورو. 120 مليون يورو. وانت كام؟ انت يوم ما تطلع، انا اسف يعني، تطلع نار من بقك 11 11 من مليون 10 ل 12 طبعا مليون دولار. فانت بتتكلم ده 2010 مرات مثلا هم. ما انت بتاخد دعم من الفيفا، بتقدر تاخد ان انت فلوس الانديه، الاتحاد الكوره دلوقتي مطلع ان مفيش اي وده قرار، انا عارف ان هو قرار، يعني انا بقول لك القرار ده قرار متاخر جدا، احنا ايامنا عملنا كده على فكره، مفيش حد هيتسجل غير ما يدفع المديونيه، وكان عندنا مشاكل مع انديه واتحصل وقف لقيت، فالقرار ده متاخر عشان تلم مديونيتك تقدر تعمل نجاحات. لكن انا في الاخر ما بقى عندي 150 ولا 200 مليون جنيه بره، ايه يعني الموضوع هيبقى هلم ازاي عشان اقدر اصرف واعمل المنظومه بتاعتي تنجح؟ طبعا. فبس وده في الاخر اللي انت هتحاسب. طبعا. هل الشارع المصري راضي بالاتحاد المصري لكره القدم؟ لا. طب ليه؟ عشان انت ما بتعملش حاجه، ما بتعملش انجاز، ما فيش حاجه كور او ما فيش حاجه حاجه ملموسه يعني، مفيش حاجه ملموسه انت بتعملها. فانا بكلمك من قلبي فعلا ان احنا عاوزين يا جماعه ننجح. طب هل النجاح سهل؟ سهل بالعلم، مش بالكلام، مش بالفهلوه. بس الاداره موهبه. الاداره تعليم ثم موهبه وقرار. يعني ايه؟ بس يعني انت انت بتجيب موهبه مدير، الاول، يعني انت لازم تبقى موهوب وبعدين شخصيتك، تثقل موهبتك بالعلم. شخصيتك، ما الموهبه دي شخصيه. طبعا. يعني ممكن تجيب مدير ما يعرفش القرار، مستحيل. لا طبعا. مدير سوري، مدير ما يبقاش عارف، مدير ده واحد صاحبي سلام عليكم يا مدير ما يبقاش عارف يدير الموظفين، عارف امكانياتهم، عارف يعمل الاوتونومي بتاعتهم، ان هو يبقى كل واحد بيديله مساحته فينجح. فمدير. فصفات المدير دي بالتعليم، لو انت دخلت كده كتبت صفات المدير الناجح بالانجليزي والفرنساوي بالعربي هيطلع نفس الحاجات، الفاكس كلها يعني واحده. وابتدي هات شخص